السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض منهج الصف الثاني الإعدادي لمادة الكمبيوتر لمدارس اللغات. المراجعة النهاردة إن شاء الله هي مراجعة ليلة الامتحان، سواء الامتحان عملي سواء الامتحان نظري. هتقدر تجاوب وتقفل المادة، مش هتحتاج أي حاجة بإذن الله. فأنت تركز معايا قوي. هنحاول في قدر الإمكان في ساعة زمن إن هنشرح منهج الكمبيوتر كامل. مش هتحتاج أي حاجة غير الفيديو ده بإذن الله، وهتخش هتقفل درجتك لو أنت تابعت معايا وركزت وكتبت ورايا الحاجات المهمة وإحنا بنشرح. طيب نبتدي كده مع بعض. أول حاجة نتعرف عليها، تعالوا مع بعض نعرف إيه المنهج بتاعنا بيتكلم عن إيه. المنهج بتاعنا بيتكلم إزاي تصمم موقع إنترنت. الموقع الإنترنت عندنا بيتكون من نوعين، نوع اسمه static ونوع اسمه dynamic، وهنعرف الفرق ما بينهم خلال دراستنا للمنهج بتاعنا أو خلال الفيديو ده بإذن الله. الستاتيك بنصممه بلغة ال HTML، والدايناميك بنصممه بلغة زي الجافا سكريبت أو لغات برمجة أخرى زي ال PHP أو ال SP أو C# أو كده. تمام. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ هنعرف من خلال المنهج. نمشي مع بعض واحده واحده كده ونبص مع بعض كده في المذكره اللي قصادنا. اول حاجه عندنا تعالوا نعرف يعني ايه كلمه ويب سايت. الويب سايت هنا تعريفه بسيط خالص، اللي هو موقع الالكتروني اللي بندخل عليه على الانترنت. هو عباره عن وان بيج، هي صفحه واحده، وان ويب بيج، ويعني صفحه انترنت واحده او اكثر or more linked together، مرتبطين مع بعض under a certain name، تحت اسم معين. يعني اي موقع انترنت زي موقع الفيسبوك. موقع الفيسبوك هو ويب سايت. الويب سايت ده مكون من ويب بيجز، صفحات. صفحة مثلا البروفايل بتاعي، صفحة الهوم، صفحة الانبوكس، صفحة الفريندز، كل دي ويب بيجز. الويب بيجز دي مرتبطة ببعض تحت اسم معين، اسمه ايه؟ www.facebook.com. تمام، يبقى ده اسم الموقع. It has a web address، عندها ويب address اللي انا لسه قايل عليه www كذا. We can visit it through computer، وممكن ازوره من خلال الكمبيوتر. يبقى ده تعريف الايه يا شباب؟ الويب سايت. طيب تعريف الويب بيج بقى طبعا سهله بقى كده. الويب بيج هي صفحه واحده من صفحات الويب سايت، هي الكترونيك فايل، هو ملف الكتروني publish in the internet، بيتم نشره على الانترنت او رفعه على الانترنت and we can show it through browser، واقدر اعرض الويب بيج دي من خلال اي براوزر او متصفح انترنت زي الانترنت اكسبلورر. تمام، زي مثلا الانترنت اكسبلورر اللي موجود على الويندوز، زي جوجل كروم، زي اوبرا. في عندنا انواع براوزرز كتيره ممكن نتعامل معاها على الويندوز بتاعنا. تمام. طيب يبقى ده بتعريف الويب بيج. يبقى نفرق ما بين الويب سايت هو اللي بيكون مجموعه ويب بيج، انما الويب بيج هو one electronic page، هو صفحه الكترونيه واحده publish on the internet and can visit it by ايه؟ براوزر، ان انا ممكن ازوره من خلال براوزر. طب الهوم بيج هي الصفحه الرئيسيه. يعني ايه الصفحه الرئيسيه؟ لما باجي ادخل على اي موقع، اول موقع او اول صفحه بتظهر لي في الموقع دوت هي صفحه الهوم، الصفحه الرئيسيه اللي بتديني بيانات او معلومات عن الموقع بتاعي، وبيعرفني الموقع ده بيعمل ايه والهدف منه وهكذا. دي اسمها الهوم بيج. حتى لو جينا قرينا السؤال كده مع بعض او التعريف، it is main page of a website، هو الصفحة الرئيسية للموقع بتاعي that we can through it، وممكن ازوره من خلال ايه؟ navigate the website using the browser، وبرده من خلال ان انا اقدر اتنقل. تمام، من خلال البراوزر بتاعي واروح على الهوم بيج بتاعتي. يبقى نفرق ما بين الويب سايت، الويب بيج، والهوم بيج. الثلاثة قريبين من بعض، والثلاثة كلهم بيتكلموا على الويب سايت او موقع الانترنت. طيب ايه هي عناصر الويب بيج اللي احنا ان شاء الله هننشئها مع بعض؟ التكست، تمام، النصوص، الايمجز، خلاص، الصور، الفيديوز، الهايبر لينك. طيب اول ثلاثه طبعا عارفين. طب الهايبر لينك، الهايبر لينك هو بنقول عليه كده، لو انا قلت الديفاين هيجي لنا كمان شويه، هو لينك موجود على اي موقع انترنت، لو جيت ضغطت عليه هينقلك لمكان تاني. تمام، ده تعريف بسيط كده لحد ما نشوف الديفاين هيجي كمان شويه. طيب احنا في المنهج بتاعنا ان شاء الله هناخد ازاي نصمم تكست تو ايمج، صور. تمام، والنصوص طبعا كده كده على اي بروجرام وورد او اي بروجرام اديتور يعني اقدر اكتب عليه. تمام، انما الايمجز هنستخدم برنامج اسمه
طبعا المفروض ان احنا خدناه في سنه اولى اعدادي، هو مش علينا في المنهج السنه دي، اسمه جيمب. طب انا عايز اعمل صوت، هستخدم برنامج اسمه الاوديستي. تمام، ازاي ان انا اظبط صوت معين عشان اضيفه على الويب سايت بتاعي؟ هنستخدم برنامج اللي اسمه الاوديستي، هو برنامج اوبن سورس، هيجي لنا ان شاء الله في الفصول اللي بعد كده. طب الفيديو عشان انشئ فيديو كويس واقدر انشره على الموقع اللي انا بصممه، هنستخدم برنامج اسمه الاوبن شوت. تمام، يبقى احنا عندنا كده برنامجين زائد ال HTML هنتكلم عليهم في الترم الاول، اللي هو برنامج الاوبن شوت، برنامج الاوديستي، وزائد كمان هنتكلم ازاي نصمم موقع باستخدام ال HTML. ماشي كده يا شباب؟ طيب تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه الهايبر لينك. ما ننساش عناصر الويب سايت ممكن تبقى تكست، ايمج، فيديو، ممكن نزود اوديو كمان، وهايبر لينك. طيب تعالوا مع بعض. ادي الشكل اهو، بيقول لك ده مثلا نص، دي كلام مكتوب، دي صوره هي موجوده في الموقع، وده فيديو. تمام، والارتباط التشعبي وليكن لينك هنا، بس طبعا مش هيظهر، لو ضغطنا عليه هينقلك لمكان تاني. طيب نيجي مع بعض ايوه نفرق ما بين الستاتيك ويب بيج والدايناميك اور انتراكت ويب بيج. ايه الفرق ما بينهم؟ الستاتيك ويب بيج، انا لما باجي افتح صفحه انترنت او موقع انترنت، البيانات الثابته في الموقع يعني ما بتتغيرش مهما ان انت دخلت على الموقع في اي وقت، بعد سنه، بعد سنتين، بعد 3، زي اسم الموقع. تمام، زي الصور الموجوده مثلا في الجنب او اللوجو او الكلام ده ثابت لا يتغير. الستاتيك ويب بيج دوت او الصفحات الثابته اللي محتواها لا يتغير، هو ده اللي احنا بنسميه الستاتيك، ودي بصممها باستخدام لغه التكويد اللي اسمها ال HTML هايبر تكست مارك اب لانجوج. فلو جينا قرينا كده الستاتيك ويب بيج ديفاين بتاعه بيقول ايه؟ a page prepared by the page designer، بنسموه بواسطه مصمم اسمه بيج ديزاينر. احنا بنسميه في مجتمع الديفلوبر بنسميه فرونت اند ديفلوبر، او اللي هو فرونت اند ديزاينر. ديفلوبر كمان ممكن يعمل الدايناميك، احنا بنتكلم على فرونت اند ديزاينر اللي هو بحاجه اسمها اليو اي واليو اكس، يوزر اكسبيرينس او اليوزر انترفيسز. يعني ده وظيفه مهمته الوحيده ان هو يطلع لنا شكل الموقع بتاعنا بالشكل الجميل، والحاجه لما اليوزر يدخل على الموقع بيحس ان الموقع ده موقع محترم، موقع شكله جميل جدا وشيك. تمام، ده وظيفه مبرمج بيشتغل كده بس. فهو بيصمم لنا الستاتيك ويب بيج to introduce information for the visitor، لتقديم بعض المعلومات للمستخدمين او الزائرين للموقع، وزود the ability اهو، هي دي بقى المهم، بدون الامكانيه للإديت، للتعديل في المعلومات. تمام، من قبل المستخدم. يعني المستخدم ما يقدرش يدخل داتا ويعدل فيها، مش زي مثلا الفيسبوك لما بتيجي تدخل تقدر تعمل اديت في الكومنت، تقدر تعمل بوست، هنا انت بتدخل داتا والداتا دي بتتغير، وداتا بتروح وداتا بتيجي، وكل شويه ما تعمل ريفرش هتلاقي الداتا بتتغير، دي دايناميك. انما لما نيجي لبعض المواقع الستاتيك الثابته، تمام، محتواها لا يتغير، يبقى دي بنتكلم على ستاتيك ويب بيج. وطيب هنا بنستخدم ايه؟ ال HTML كوماندز، اوامر ال HTML في تصميم الستاتيك ويب بيج. طب لو انا عايز اعمل الدايناميك او الانتراكت، الدايناميك او الانتراكت اللي هو فيه هنا التفاعل، زي ما انا لسه قايل زي الفيسبوك، بدخل داتا والداتا بتتغير، والداتا اللي انا كتبتها بتظهر، واقدر اعدل في المحتوى وهكذا. هنا اهي بيقول لك page to deal or interact with users، هنا البيج بتتفاعل مع المستخدم، زي لما تيجي تدخل يوزر نيم وباسورد ويرد عليك يقول لك it is correct، ويروح نقلك على الهوم بيج، او لو دخلتهم غلط تلاقي حد من جوه يرد عليك يقول لك password and user name is incorrect. تمام، يبقى هنا تحس ان في تفاعل معاك، هو ده المقصود بيها. طيب and ask them to enter required data to get the information، وللحصول على المعلومات كمان، يعني انت بتدخل داتا عشان تحصل على المعلومات that they want. it use HTML and JavaScript. ايوه، خد بالك بقى من الحته دي، واحد يقول لي HTML static يا مستر. تمام، HTML static، بس عشان توصل للدايناميك لازم تعدي على الستاتيك. يعني انت عشان خاطر تبني عماره، تمام، هل هتبنيها من الدور الاخير ولا لازم تطلع من اساسات الدور الاول الثاني الثالث وهكذا؟ يبقى انت بتبني الاستراكشر بتاع الموقع بتاعك بال HTML، بعد كده الجافا سكريبت بتستخدم بقى في ايه؟ ان انت تديله الحيويه والشكل او التفاعل مع المستخدم. يبقى هنا الدايناميك تستخدم الاثنين، ال HTML والجافا سكريبت، انما الاستاتيك هو ال HTML فقط. ماشي، عشان الناس ما تلخبطش. نيجي بعد كده ل creation and design web page stages، يعني مراحل تصميم موقع الانترنت.
يعني ايه يا شباب؟ يعني مراحل تصميم مواقع الانترنت. احنا كديفلوبرز او مبرمجين لما بنيجي نصمم حاجه ما ينفعش ان احنا واحد يقول لي مثلا انا عايز اصمم موقع مش عارف كذا، طب يلا تعالوا نصمم ونبتدي نكتب الكود بتاعنا. طبعا هنكتشف ان احنا بنضيع وقت ومجهود كبير جدا جدا، لان احنا ما مشيناش صح من البدايه. لازم الاول نجيب ورقه وقلم، نحط البلان بتاعتنا، نعمل ديزاين للبيجز بتاعتنا على الورق، ونشوف التولز اللي هنستخدمها. بعد كده نبتدي نكتب الكود ونرن البروجكت بتاعنا ونعمل له ببلش على الانترنت. يعني في هنا عندي مراحل لازم امر بيها، لازم نحفظهم كده مع بعض، لان ممكن يقول لك في الامتحان ري ارينج مثلا. بلان فور ويب بيج، تمام. شيب يعني انت بتخطط شكل الموقع هيبقى ماشي ازاي. الصفحات تقسيمتها بتهيألي في صوره اهي زي كده، تمام ماشي. بلاننج خلاص، يعني انت بتعمل بلاننج الاول، بعد كده بتبتدي تصمم ديزايننج. ديزايننج مش ترسم، مش تكتب كود بقى. بعد كده بريبيرنج بقى، بريبيرنج ان انت تعمل ايه، تكتب الكود بقى، بتعد بقى كتابه الكود. راننج تشغيل البروجرام بتاعك بقى. بعد كده راننج وتستنج طبعا وبتختبر. بعد كده بتعمل ببلش للويب سايت على الانترنت عشان الناس تقدر تشوف. ما ينفعش تعمل ببلش من غير ما تعمل تيست او راننج الاول، لازم تشغل وتتاكد ان الويب سايت بتاعك تمام. يبقى نقول تاني كده ترتيبهم بالترتيب: plan for web page as shape يعني design page for website تصميم الصفحات بتاعتي، prepare the web page ككتابة كود، run the web page تشغيل الويب سايت بتاعي بقى او الويب بيجز بتاعتي، publish on the internet. تمام، نحفظهم بالترتيب. طبعا بعد كده شرحهم لنا خلاص. planning the website يعني planning اهو بتقسم كده، بتجيب ورقه وقلم وتبتدي تكتب دي الصفحه الرئيسيه. الصفحه الرئيسيه هيبقى فيها هايبر لينك بينقلني على الفيجن اند ميشن، اللي هو المهمه والرؤيه بتاعت الموقع بتاعتنا ايه، احنا بنقدم ايه يعني. الفوتو البومز اللي هو البومات او مجموعه من الصور بتتكلم عن الشركه او وليكن اي موقع، تمام، او اي سيستمز. about school مثلا لو كانت مدرسه، عن المدرسه، وهكذا. يبقى هنا انا بقسم الصفحات، هي دي المقصود بيها البلان. خلاص قسمتها كده وفهمت ان دي هتوصل على دي هتوصل على دي. بنيجي بعد كده للديزاين، مرحله التصميم بقى. هنا ببتدي بقى احدد السايز بتاع الفونت، حجم الخط المستخدم، لون الكتابه هيبقى ازاي، التكست المستخدمه ايه، الايمجز والفيديوز والاوديوز والكلام ده كله، الهايبر لينكس بتاعتي. وهبتدي احدد اعمل الديزاين بتاعي يبقى ماشي ازاي. بعد كده مرحله بقى الامبلمنتيشن بقى، التنفيذ. تمام، ان انا اعمل بريبيرنج للمرحله دي اهو. through word program we can set up the text and save file inside a certain folder to use inside the web page. يعني الكلام ده بيقول لك ان انت هنا ممكن تكتب الكود بتاعك او الاوامر بتاعتك من خلال ملف وورد زي ما هنشوف، او اي اديتور تكتب عليه. وتبتدي بعد كده مرحله بقى الراننج والديزايننج. تمام، دي بقى هتستخدم فيها ال HTML commands ان انت ترن البروجرام بتاعك وخلصت. تمام، طبعا هنا بيقول لك اد بقى التكست والساوند والفيديو اللي انت جهزتهم قبل كده. تمام، وبعد كده بقى في الاخر خالص بنيجي نببلش اون ذا انترنت عشان الناس تقدر تشوف الموقع بتاعك من اي مكان في العالم من خلال شبكه الانترنت او شبكه المعلومات العالميه. تمام، ادي موقع اهو. تمام، ماي سكول من بيج ده كده كناف بار، about school فوتو البوم فيجن اند ميجن اهي، وتقسيمته بالمنظر ده مجرد شكل. طب تعالوا مع بعض كده الورك شيت نحله كده مع بعض سريعا. تعريف الويب سايت. تمام، لسه قايلينه في البدايه. الويب سايت هو عباره عن ايه؟ one page one web page or more linked together مرتبطين ببعض under certain name تحت اسم معين، صح؟ تمام، وكمان ايه؟ can visit by any browser ممكن ازوره من خلال اي براوزر. الويب بيج هو الكترونيك ويب بيج او publish on the internet اللي هو الكترونيك وان بيج، صفحه واحده بنبلشها على الانترنت عشان اليوزر يقدر يدخل. المين بيج هي الصفحه الرئيسيه. الستاتيك ويب بيج هي الصفحه اللي اليوزر ما يقدرش يعدل عليها، وفي نفس الوقت بصممها باستخدام ال HTML والدايناميك. تمام، هي صفحه اليوزر كان edit or modifying content بتاعها، ويقدر كمان يستقبل داتا زي ما هو عايز، وفي نفس الوقت بستخدم فيها ايه ال HTML والجافا سكريبت. تمام، طيب نيجي للكومبليت. ذا element of web page ايه بقى؟ عناصر ويب بيج: تكست، ايمج، فيديو، وهايبر لينكس. There are two type of web page. عندنا نوعين من انواع الويب بيجز، ايه هما؟ يا شباب عندنا الستاتيك والدايناميك.
طيب نمبر 3 it is electronic file publish. electronic file يبقى web page. it is one web page or more يبقى الويب سايت. تمام، وترتيب الحاجات دي اللي لسه قايلينها. تمام، ندخل في اللي بعده عشان ما نضيعش وقت. طيب نيجي بقى في الفصل الثاني او الدرس الثاني. هنسيب بقى ال HTML شويه ازاي بعد ما عرفنا ازاي نصمم موقع الانترنت، ازاي بقى عايزين نظبط صوت ملف صوتي معين عشان ينزل عندي على الموقع بتاعي. طيب يبقى هنستخدم برامج التعديل في الصوت. فهنا في الدرس ده هنبتدي نتعامل مع برنامج اسمه الاوديسيتي بروجرام، برنامج جميل جدا. تمام، هنا بيقول لي الفصل اسمه Creating and Processing Sound Files، ازاي انشئ او اعدل في ملفات الصوت. هنا بيقول لك there are a lot of programs that deal with sound file. عندنا برامج كتيرة قوي للتعامل مع ملفات الصوت. Enable user تمكن المستخدم create و process sound file using tools. طيب we can create sound file contain sound clips that we need and add on its different effects. وفي نفس الوقت اقدر اضيف بعض التأثيرات وتأثيرات كتيرة جدا. تمام، then save the sound inside a file، واقدر احفظها داخل فايل by using one of the processing sound program، باستخدام احد البرامج. طبعا في برنامج الاوديسيتي اللي هناخده في effects كتيرة جدا، ان انت تقدر تعمل تعديل في الصوت. مثلا تجيب اغنيه مثلا لعمرو دياب، تشيل صوت عمرو دياب وتسيب الموسيقى وتركب انت صوتك وتغني انت. تمام، يبقى انت كده اللي عملت الاغنيه. ماشي يا شباب. مثلا تخلي صوت، تعدل في صوت المغني او تعدل في صوت كذا. تقدر تحط افكت ايكو، صدى الصوت. تمام، تقدر تخلي الصوت صوت كرتوني. تقدر تحط ريموف نويز، تشيل الدوشه او الضوضاء اللي في الصوت، تقلل نسبة الهواء والضغط، وهكذا. في افكتس كتيرة جدا تقدر تعملها من خلال الملفات او برامج الاوديوز او المانيبيوليتنج اوديوز زي الاوديسيتي. تمام، وهنشوف فكرة بسيطة كده. تمام، اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نتعرف على الجزء اللي جاي في المنهج، وبعد كده اللي محتاج ان هو يتعلم الحاجات دي في فيديوهات عندي على القناة للتعلم كل ما تتخيلوا وتقدروا تتابعوا. تمام. طيب ايه هي مراحل بقى قبل ما نبتدي نستخدم البرنامج ونتعرف عليه؟ ايه هي مراحل اعداد ملف صوتي؟ تعالوا مع بعض. اول حاجه هنا بيقول لك preparing. هنا بيقول لك preparing اعداد، بتبتدي تعمل collect للداتا اللي انت عايزها. تمام، that we will use it by recording it. يعني عايز البرنامج، عايز جهاز كمبيوتر، بتجمع التولز اللي انت هتستخدمها. بيقول لك هنا تاني حاجه make sure that the program is installed. sure، انت عشان تبتدي تعدل في الصوت مش لازم يكون عندك البرنامج اللي هو الاوديسيتي مثلا. تمام، يبقى لازم تتاكد ان البروجرام متسطب عندك. نمبر 3 ميك شور، اتاكد ان المايك والسبيكر شغالين ومتوصلين بجهاز الكمبيوتر، تعمل عليهم تيست. مش بعد ما تبتدي تسجل صوت مثلا وتبتدي خلاص خلصت وبذلت مجهود تيجي تلاقي المايك مش متوصل اساسا، لازم تتاكد ان هو متوصل. طيب نيجي مرحله الاكسكيوشن بقى، التنفيذ. مرحله الاكسكيوشن اهو هنستخدم برنامج اسمه ايه؟ اوديسيتي بروجرام. That is one of the open source program. نحط تحت دي 100 خط كده يا شباب. open source program يعني open source، مفتوح المصدر. يعني ايه مفتوح المصدر؟ ان هو تقدر تشوف الكود اللي تصمم بيه البروجرام، عكس بعض البرامج الاخرى المغلقة المصدر. في برنامج تقريبا تبع الادوبي اسمه مش فاكر الاسم بالظبط، هو تبع الادوبي، شركه ادوبي، هو كلوزد سورس وليس اوبن سورس. ده لازم مش هتعرف كلوزد سورس، مش هتعرف تشوف الكود اللي تصمم بيه. زائد كمان ميزه من مميزات الاوديسيتي ان هو فور فري، تقدر تحمله من غير ما يطلب منك اي لايسنس او اي فلوس. تمام، هو تبع رخصه اسمها الجينو. تمام، رخصه مجانيه ان اي حد يقدر يحمله مجانا. يبقى دي ميزه تانية. الميزه الثالثه في الاوديسيتي ان هو كروس بلاتفورم، يعني يقدر يشتغل على اي اوبريتنج سيستم، سواء كان ويندوز، سواء كان لينكس، سواء كان ماك كمان. تمام، يعني ميزه جميله جدا. يعني انت لو معاك جهاز ابل عليه اوبريتنج سيستم ماك هيشتغل عليه، معاك لابتوب مثلا عليه لينكس هيشتغل عليه، معاك ويندوز هيشتغل عليه. خلاص كده يبقى 3 مميزات. رابع ميزه it is easy to use، سهل جدا في الاستخدام، والواجهه والانترفيس بتاعته سهله جدا. ماشي يا شباب، يبقى 4 مميزات اهو للاوديسيتي بروجرام. هو ده شكله. تمام، وهنتعرف عليه مع بعض.
طيب عايزين نبتدي نسجل. طبعا انا ممكن اشغله لكم كده من عندي على الجهاز بحيث ان انتوا برضو تشوفوا نفتح كده برنامج الاوديست كده عشان نشوفه كده مع بعض. تمام. انا هنا ضفت ملف صوتي بالمنظر اللي انتم شايفينه. الملف الصوتي ده ممكن اعدل عليه واعمل فيه اللي انا عايزه. طب لو انا عايز اسجل ريكورد بصوتي انا، فهنا لازم اكون المايك واصل واضغط هنا على الريكورد، هيبتدي يسجل اي مقطع. اهو بصوا الجزء ده كده بيتسجل بصوتي انا. تمام. هعمل له ستوب من هنا او بلاي من هنا. لو انا جيت كده بالرولر وقفت هنا كده عشان نسمع، هيبتدي يسجل اي مقطع. اهو بصوا الجزء ده كده اهو، بصوا ده كده بيكرر الصوت بتاعي تاني. خلاص، يبقى هنا انا بسجل بالمايك. يبقى دي عشان ساوند ريكورد. خد بالك من الايقونات. الايقونات دي ممكن تجي لك في الامتحان كماتش او كومبليت، يجيب لك الايقونه مرسومه ويقول لك دي وظيفتها ايه. خلاص، يبقى دي ريكورد، دي بلاي، دي ستوب. خلاص. طيب انا عايز احدد جزء معين، يبقى لازم اختار اداه السلكت تول اللي هي دي سلكت تول، او بعلم عليها الاول وبعد كده بختار الجزء اللي انا عايزه. طب عايز اعمل للجزء ده ديليت او كوبي او كات، يبقى من قائمه اديت بختار كات او ديليت او كوبي او بيست، اكرر دوبليكيت اكررها تاني. خلاص. تعال نجرب مثلا ديليت. تمام. تعال نجرب دي كات. من اديت نختار كات ونيجي في الجزء اللي في الاخر نحط هنا بيست. اديت بيست هيكررها في الاخر. تعال نشيل الجزء اللي احنا ضفناه دوت ده من هنا مثلا، ونيجي نحدد. انا عايز اداه سيلكت واقول له حدد لي من هنا لهنا، واجي اقول له اديت ديليت احذف لي الجزء ده. خلاص. طيب ينفع ان انا اضيف تاثيرات؟ يعني تعالى نسمع الجزء ده. عايز اضيف تاثير اسرع الريتم بتاع الجزء ده. من قائمه افكت بروح على مثلا في عندي دي كلها افكتس ممكن تضيفها، وليكن مثلا اسرع الصوت تشينج سبيد. تعالى كده اسمع معايا. لو جينا عملنا بلاي للجزء ده، تمام، سرعنا السبيد بتاعه خالص. ممكن اعمل افكتس للتيمبو تشينج تيمبو الايقاع. تمام. اهو هتلاقي في الايقاع بتاعه بقى سريع جدا. خلاص. يبقى دي كلها افكتس ممكن انت تعملها. المهم بعد ما خلصت خلاص الصوت بتاعك بتقدر تعمل له سيف. لما تيجي تعمل سيف للبروجكت بيتحفظ كامتداد كمشروع لسه داخل الاوديستي. تفتحه تاني داخل الاوديستي بيبقى الامتداد بتاعه الاكستنشن بتاعه دوت اي يو بي. اهو دوت اي يو بي ده الامتداد بتاع الاوديستي اللي هو اوديستي بروجرام، اختصار اوديستي بروجرام. لما تيجي تفتحه تاني هيتفتح كمشروع داخل الاوديستي. انما لو انت عايز تطلعه بقى كملف صوت خارجي هتعمل اكسبورت. هتيجي هنا تقول له اكسبورت. تمام. يقول لك بقى انت عايزه ام بي 3 ولا ويف ولا او جي جي. طبعا الام بي 3 والويف هم اللي علينا. الام بي 3 اكستنشن والويف اكستنشن. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الام بي 3 الكواليتي بتاعه قليله بس ميزته ان هو حجمه صغير، وفي نفس الوقت ادام حجمه صغير اقدر انشره على الانترنت واحطه على الموقع بتاعي. عشان الموقع ما يبقاش تقيل لازم استخدم اكستنشن يكون حجمه صغير. الويف له ميزه وله عيب. ميزته ان هو الكواليتي بتاعه والكليرنس بتاعه عاليه جدا، نقاء الصوت قوي جدا، بس حجمه كبير قوي فما ينفعش يتحط على مواقع الانترنت. لو فتحت موقع عليه اي اكستنشن ويف هتلاقي الموقع بتاعه التحميل بتاعه بطيء قوي عشان حجم الملفات الصوتيه كبير. ماشي كده يا شباب. نرجع بقى للشيت بتاعنا بعد ما خدنا فكره كده على برنامج الاوديستي سريعا. هنا بيقول لي ازاي اعمل كرييت ساوند فايل. في عندنا هنا مجموعه من الستبس: البريبيرنج والاكسكيوشن. البريبيرنج هنا بيقول لك كولكت داتا ذات وي ويل يوز ات باي ريكوردنج ات. بتجمع الداتا اللي انت عايزها ان انت تستخدمها في التسجيل، زي ملفات صوتيه، زي اي حاجه انت عايزها. وطبعا انت بتتاكد ان البروجرام متسطب عندك على الجهاز معمول له انستول شور، يعني مش هتعرف تعمل حاجه غير لما يكون البروجرام عندك. وثالث حاجه اتاكد ان المايك والسبيكر شغالين عندك متوصلين بجهاز الكمبيوتر. نمبر 3 التنفيذ بقى اللي هو اللي احنا عملناه. طبعا هنا بيشرح لك مميزات الاكسكيوشن بتاعك البرنامج بتاعك. خلاص، وقلناها ان هو كروس بلاتفورم واوبن سورس وايزي تو يوز كل الكلام ده. نيجي بعد كده طبعا ده زرار ريكورد. تمام. التسجيل.
تمام. الستوب اللي هو جنب منه، تمام، زي ما احنا شفناه في البرنامج، وده البلاي. خلاص كل ده احنا ذكرناه. الايديتنج هنا بيقول لك after listening to sound that we record maybe we need to add effect. ممكن تضيف effect زي ما انت عايز، ممكن تعمل cut او delete او copy او paste او duplicate. ممكن تضيف effect، ادي cut وكوبي وبيست. الافكت بنضيفها منين؟ من effect menu. مش تنسى ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك edit menu true or false، فطبعا غلط. edit menu بتختار منها الكوبي والكات والديليت والبيست والدبليكيت. تمام. دي الديليت. اكسبورت كل ده احنا شرحناه. اكسبورت ساوند منين؟ من فايل منيو. من فايل منيو يا شباب. وبعد كده بنختار السيوتبل اكستنشن، الاكستنشن اللي احنا عايزينه على حسب ما احنا محتاجين، وبنحفظهم في فولدر. طب ايه هي الاكستنشن تايب؟ قلنا عندنا الام بي 3 والويف. تمام. الام بي 3 والويف. طب ايه الاختلافات ما بينهم؟ ذكرناهم هنا. بقول لك sound file that has an extension اللي هي دوت ويف is more clear and high quality. تعتبر نقيه جدا والكواليتي بتاعها عاليه، ولكن مساحتها كبيره ونوت سيوتابل للببلش على الانترنت. انما الام بي 3 عكسها، لو كواليتي. تمام. لو كواليتي من الويف، ولكن تعتبر ليس ستورج سبيس، مساحتها اقل، فلذلك تعتبر مناسبه للنشر على الانترنت. تعالوا بقى للورك شيت. هنا مراحل انشاء ساوند فايل، كل ده ذكرناه. خلاص. from sound extension types من انواع الام بي 3 والويف. extension different in، الاكستنشن بيختلف على حسب الكواليتي والستورج سبيس، المساحه التخزينيه. نمبر 4 one of the open source program يستخدم فيه edit sound file، طبعا الاوديستي. نيجي ل true or false. mp3 extension is more clearance than wave. غلط طبعا، العكس، الويف هو اللي يعتبر نقاء الصوت بتاعه اقوى. نمبر 2 we use mp3 extension to publish sound file on the internet. بنستخدم mp3 للنشر على الانترنت. غلط. صح طبعا، انما الويف لا عشان مساحته كبيره. الاوديستي بروجرام is closed source. غلط، هو open source. Number 4 we can't make any processing such as cut delete copy on any sound file. غلط طبعا، احنا بنقدر نعمل اللي احنا عايزينه من خلال برامج الصوت. نيجي بعد كده للتعديل او الدرس اللي بعده، التعديل في الملفات الفيديو. طيب نقفل الساوند ونيجي على البرنامج بتاعنا بقى اللي هو OpenShot. OpenShot هو البرنامج اللي علينا في التعديل في الملفات الفيديو. نفتحه كده مع بعض. طيب ده شكله تمام، بس تعالوا نقرا كم معلومه كده عنه وبعد كده نروح نشوف مكوناته. هنا بيقول لي creating and processing video program is the program that enable user to create and edit video. بقى المره دي فيديو بطريقه easily and quickly وسريعه using many tools and effects. واستخدم مجموعه من الادوات والتاثيرات. to create one video file that contain a group of photos. اكيد انت عشان تنشئ فيديو لازم يكون عندك مجموعه من الصور والملفات اللي انت هتضمها مع بعض فهتطلع لك فيديو في النهايه. طيب when we put this shot after each other، لما بنحط كل صوره ورا بعضها، تمام، sequentially يعني بالتسلسل، and move it quickly، تمام، we can see our video. بنقدر نشوف الفيديو بتاعنا وهنشوف الكلام ده بالنسبه لنا. طب OpenShot Video Editor is program used to create process video that enable user to produce video file with high quality، بكواليتي عاليه جدا from some image، من مجموعه من الصور والباك جراوند والتكست. خلاص. طب تعالوا نشوف مكونات الجي يو اي بتاعته. تعالوا على البرنامج كده ونشوف. ركزوا معايا بقى في مكوناته. الجزء اللي فوق ده مهم جدا، المين تول بار. ده اسمه ايه؟ مين تول بار. موجود فيه الايقونه المهمه بالنسبه لنا اللي ممكن تجي لنا في الامتحان اللي هي علامه البلس دي. امبورت فايل. نقفل القائمه دي. دي اسمها ايه؟ امبورت فايل. لو انا عايز اجيب فايلات اضيفها للمشروع، وليكن مثلا اجيب مجموعه من الصور على الديسك توب مثلا. تعالى نختار الصوره دي ونختار عايزين صوره كمان، ناخد فيش صور ماشي. طب تعالى هنا هناخد 3 دول، تمام، بالصوت دوت. ادي ضفت صوت وصورتين. ماشي يا شباب. نزلوا عندي هنا في الجزء ده اسمه ايه؟ بروجكت فايل، ملفات المشروع. يبقى ده مين تول بار، ده بروجكت فايل. الزرار ده اسمه ايه؟ امبورت فايل عشان اجيب فايل. الجزء ده اللي بيعرض ايه؟ الفيديو. هنا بريفيو ويندو او فيديو بريفيو اهو، فيديو بريفيو او بريفيو ويندو. الجزء ده اسمه ايه؟ فانكشن تاب. احفظوا معايا، فانكشن تاب اللي فيه في بروجكت فايل فيه ترانزيشنز
في افكتس، وهنعرف ايه الترانزيشنز والافكتس دي. خلاص. الجزء ده بقى الخاص بالتايم لاين، ده اسمه ايه؟ edit toolbar. edit toolbar. الجزء ده اسمه ايه؟ زوم سلايدر. زوم سلايدر ده الخاص بالوقت، يعني لما بقلل وازود خد بالك هنا بالوقت بيزيد ويقل، يعني هنا كل كام 20 ثانيه. خلاص. لو قللت هتلاقي كل 3 ثواني اهو، زي ما انت عايز بتكبر وتصغر التايم لاين بتاعك. يبقى ده اسمه زوم سلايدر. الجزء ده اسمه ايه؟ الرولر، المسطره. تمام، ده المسطره. ده البلاي هيد. البلاي هيد انت بتوقف وبتبتدي من مكان محدد. ده اسمه تراكس. تراكس. تمام كده يا شباب. نيجي كده بقى للكتاب بتاعنا او الشيت ونشوف الرسمه اللي هو مديها لنا. رقم 1 من غير ما نبص اسمها ايه؟ مين تول بار. رقم 2 بروجكت فايل. رقم 3 نمبر 3 اللي هو ايه؟ فانكشن تاب. نمبر 4 فيديو بريفيو. في نمبر 5 edit toolbar. edit toolbar. نمبر 6 zoom slider. نمبر 7 الرولر. نمبر 8 ده تراكس او التايم لاين بتاعنا اهو، هتلاقيهم مذكورين عندك هنا اهو. ماشي يا شباب. ممكن تجي لك في الامتحان الصوره دي ومكتوب عليها الارقام وانت تكتب كل رقم اسمه ايه. خلاص. طيب نيجي بعد كده ازاي بقى اظبط الصور على التايم لاين هنا. طيب طبعا هنا قبل ما نشرحها هنا بيشرح لك رقم 1 دي الرولر، تمام، المسطره بتاعتك. نمبر 2 ده البلاي هيد. خلاص. انت بتشغل من امتى وتوقف امتى زي الكاسيت كده. نمبر 3 اللي هي الصوره او الفيديو اللي هيشتغل، تمام، اللي موجود في كل تراك. نمبر 4 تراكات، وهنعرف وظيفتهم دلوقتي. تعالوا بقى نكريت فيديو كليب. هنا بيقول لك import image file زي ما انا عملت import لمجموعه من الايمج ومن الصوت. arrange image on the timeline. ازاي بقى ارتبهم؟ انا عندي هنا بدايه من تراك تحت خالص، تراك نمبر 1، بحط الصوت تحت خالص. الصوت عندي كبير ممكن اقلله كده، دراج اند دروب. ماشي. واجي هنا احط الصوره دي فوق منها، تمام، واحط الصوره دي فوق منها. طب ايه اللي هيحصل كده؟ ان الصوره دي مغطيه على اللي وراها ودي مغطيه على الصوت ورا. طيب انا عايز احطهم ورا بعض، يبقى احط دي بعد دي ودي بعد دي، يا اما في نفس التراك يا اما في تراك تاني زي ما انت عايز بالمنظر ده كده. لما تيجي تشغل، تمام، هيشتغل. تمام. بعد ما شفنا بقى اللي انا عملناه على الفيديو، تعالوا نقرا كده من المذكره. طبعا كريت فيديو كليب، هنا بيقول لي import image file inside the program. طبعا عرفنا من خلال الزرار ده اقدر اضيف ملفات المشروع عندي هنا كده. بعد كده arrange image on the timeline، ببتدي ارتبهم هنا على التايم لاين تحت، تمام، زي ما انا لسه عامل من شويه. بعد كده import sound file، بجيب الصوت واضيفه برده، وبعد كده بشغل الفيديو بتاعي. طبعا ما تنسوش زرار الامبورت اللي موجود هنا اللي بقدر اجيب منه ملفات المشروع عندي. تمام. هنا بيشرح لك، بيقول لك ازاي ترتب الملفات بتاعتك على التايم لاين. زي ما انا لسه قايل من شويه، اللي بيتحط في الاخر هو اللي بيبقى في الباك جراوند، او بيتحط في التراك الاولاني هو اللي بيبقى في الباك جراوند، اللي فوق منه وهكذا، وانت ترتبهم ورا بعض بحيث ان مفيش حاجه تاثر على حاجه. خلاص. وادي الساوند فايل. ماشي. برضو باخده واحطه في التايم لاين. تمام. طيب كل ده بيتكرر معايا. طب عشان نحفظ البروجكت في عندنا اكتر من طريقه. من قائمه فايل بضغط على سيف بروجكت. طبعا الامتداد الخاص بملفات المشروع بتاعه الاوبن شوت، اختصار اوبن شوت اللي هو او اس بروجرام، اللي هو او اس بي. تمام. اوبن شوت بروجرام او اس بي. تمام. انما لو انا هعمل له اكسبورت، الامتدادات بتاعه الفيديو في عندنا نوعين، MP4 والاي في اي. MP4 واي في اي مش ننساهم يا شباب. طيب ادي سيف للبروجكت من قائمه فايل، بختار سيف. تمام. طيب هل ينفع ان انا اضيف بعض التاثيرات على البروجكت؟ ينفع. تمام. لو انا جيت كده شغلت الاوبن شوت كده ونشوف مع بعض، نضيف مجموعه من الصور زي ما انا كنت عامل من شويه، ونضيف عليهم مجموعه من التاثيرات. بص كده يا شباب، هنعمل بروجكت امبورت للبروجكتس فايلز كده، مجموعه من الصور في عندي على الديسكتوب مثلا نضيف الثلاثه دول كده، صوره وصوت وفيديو. خلاص. واضيف الصوره دي هنا. خلاص. والصوره دي جنب منها،
والصوت ده هنا كده. خلاص. عايز اضيف مجموعه من التاثيرات. في عندي ترانزيشنز، في عندي افكتس. الترانزيشنز ان انا احط تاثير في نقل الصوره من مكان لمكان. يعني لو جيت كده حركت البلاي هيد كده وجينا نشغل، خد بالك لما يجي يتنقل الصوره اللي بعدها هيظهر. يبقى ده الافكت بعد ما شفناه. تمام. ان انا اضيف افكت معين. وترانزيشنز الافكت ان انا بضيف تاثير على الصوره. تمام. وده اسم الصوره، اسم الافكت، واقدر اعمل له ريموف عادي. خلاص. بعد كده ان انا ترانزيشنز زي ما احنا جربناه. تمام. ان انا بضيف ترانزيشنز على التنقل ما بين صوره والثانيه. وان انا اقدر اضيف تكست من التايتل. تمام. من تايتل منيو. خلاص. اقدر اضيف اول ما اضغط على التايتل منيو هيظهر لي المربع دوت، اكتب التكست اللي انا عايزه هنا واغير التكست كلر والفونت واعمل سيف. واقدر اضيفه على اي فيديو. هنلاقي في وسط اهو ده التكست، ونضيفه على اي فيديو هتلاقي التكست ده ظهر على الفيديو نفسه زي ما انا عايز. تمام. وده طبعا اكسبورت فيديو تو سيوتابل اكستنشن. ازاي اعمل اكسبورت للفيديو من اكستنشن؟ طبعا قلنا الزرار ده بيعمل ايه؟ بيعمل اكسبورت للفيديو. بختار الاكستنشن اللي انا عايزه، سواء كان MP4 سواء كان EVI، بناء على الكواليتي اللي انا عايزه والكليريانس والمساحه اللي انا عايزها. خلاص. ادي الامتدادات MP4 و EVI. طب نيجي بقى للورك شيتس. طبعا هنا بيقول لي اذكر المكونات الصفحه الرئيسيه بتاعت او الانترفيس بتاعت الاوبن شوت. ده طبعا المين تول بار اللي موجود فيه الامبورت فايل. ده البروجكت فايلز دوت الفيديو بريفيو. ده الفانكشنز تاب اللي موجود فيه بروجكت فايل. ترانزيشنز الافكتس. ده الايديت منيو او الايديت تول بار. ده الزوم سلايدر. ده الرولر. وده التايم لاين. بعد كده خطوات انشاء بروجكت. اول حاجه امبورت فايل، arrange فايل اون ذا تايم لاين. بعد كده دراج اند دروب وريديوس، بتعمل الايديت اللي انت عايزه. بعد كده اكسبورت فيديو. هنا بيقول لي ري ارينج تو سيف بروجكتس. رتب الخطوات. هقول له اول حاجه كرييت فولدر، بعد كده put all files in the folder اللي انا كريته، بعد كده سيف بروجكت بالاسم اللي انا عايزه، بعد كده سيف بروجكت فايل انسايد ذا بروجكت. يعني دي الاول وبعد كده دي، يعني 1 2 3 4. ماشي كده يا شباب. بعد كده ندخل في الفصل اللي بعده. الفصل اللي فات فصل سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. تمام. ندخل بقى في الفصل المهم اللي تركزوا عليه قوي. هيجي 3/4 الامتحان من البيج او اليونت دي، فركزوا فيها قوي. بص يا شباب بقى، ال HTML هي اختصار لهايبر تكست مارك اب لانجوج. هايبر تكست مارك اب لانجوج هي ليست بروجرامينج لانجوج، مش لغه برمجه، ولكن هي لغه ترميز اللي من خلالها بقدر اعمل الاستراكشر بتاع صفحه الانترنت. طيب في مجموعه من الرولز كده هنعرفها. We can use one of the text editor. ممكن نستخدم احد التكست editor such as WordPad, Notepad or write HTML code. يعني ممكن تستخدم اي ملف للكتابه، سواء Word سواء Notepad سواء. يعني انا مثلا هنا ده فولدر كده حطينا فيه الملفات بتاعتنا. بصوا انا همسح ده خالص ولا كانه موجود، وننشئ كده رايت كليك وانشئ ملف تكست دوكيومنت عادي خالص. تمام. واسميه هوم او فيرست بروجكت، المشروع الاول بتاعي، او خليها هوم وخلاص عشان يبقى اسم بسيط. بس خد بالك بقى الاكستنشن هنا ملف نصي، انا عايزه اخليه ملف HTML، فاقول له دوت HTML. يبقى كده اول حاجه ان انا بغير الاكستنشن عشان يبقى موقع انترنت. اجي افتحه دلوقتي هيتفتح كموقع انترنت اهو، اتفتح كموقع انترنت وليس كملف تكست. طب عايز ارجعه تاني عشان اكتب الكود بتاعي، اقول له اوبن ويز واقول له نوت باد او تكست دوكيومنت، هيتفتح كملف تكست اقدر اكتب فيه. خلاص. نرجع تاني للشيت. يبقى اهو وي رايت HTML كود بتوين ذيس براكتس، بنكتب الاكواد بتاعتنا ما بين التو براكتس دول. هنعرف ايه البراكتس دول، اسمهم تاج، وهنكتبهم دلوقتي مع بعض. تمام. يبقى دي اسمها علامه اكبر من وعلامه اصغر من، باصين لبعض كده ما بينهم الكلمه اللي انا عايزها، دي معناها تاج. خلاص. كل تاج اتش تاج هاز ستارت اند اند، كل تاج لها بدايه ولها نهايه. النهايه بتاعتها بتتقفل سلاش بالمنظر دوت، نحط فيها كلمه سلاش. طيب بنحفظ الفايل الاكستنشن بتاع ال HTML بايه؟ دوت HTML لسه عاملينها. طيب open saved file using one of the web browser. طبعا بنفتح الفايل بتاعنا بقى باستخدام اي متصفح عندنا زي ما انا فاتح كده بالانترنت اكسبلورر بتاعنا. طيب it is not required to write HTML tag with capital letter or small letter. يعني وانت بتكتب الكود بتاعك مش شرط تكتب capital او small. ال HTML ميزتها ان هي مش حساسه لحاله الاحرف،
تكتب زي ما انت عايز. each tag has attribute and value. كل تاج له مجموعه من الاتريبيوت وله مجموعه من الفاليو، وهنعرف الكلام ده دلوقتي بطريقه عمليه. هنا بيقول لي structure of creating web page using HTML. تعالوا بقى نبتدي نستخدم ال HTML. ال HTML عندي بيتكون عندي عشان ابتدي اكتب. تعالوا كده نطبق مع بعض الكلام ده. ببتدي نقفل بقى الاوبن شوت ده مش عايزينه، ماشي، ونيجي هنا بقى. بص يا شباب، الفونت نكبره كده بسم الله، هنا نخليه 24 او ماشي عشان الناس تشوف. اول تاج بيتم كتابته علامه اكبر من واصغر من ما بينهم كلمه HTML كابيتال او سمول عادي كده. انا فتحت، ننزل تحت خالص كده، تمام، نعمل سلاش HTML كده قفلته. ستارت تاج وانت تاج. يبقى اول تاج في صفحه ال HTML ايه هي؟ HTML، علامه اكبر من واصغر من HTML. طيب ال HTML ده بيتكون عندي من ايه؟ بص بقى، اي موقع انترنت بيتكون عندي الجزء اللي فوق ده اسمه الهيد اللي فيه الديسكريبشن بتاع الموقع، راس الصفحه. الجزء اللي تحت الابيض ده محتوى الصفحه، البادي. طب بنمثلهم ازاي في الكود؟ باجي كده فوق ارسم الهيد عن طريق تاج اسمه هيد، واجي اقفل سلاش هيد بالمنظر دوت، واجي تحت منه البادي بقى، افتح تاج بادي واجي اقفله تحت كده سلاش بادي. اللي بنكتبه هنا وليكن كده كتبنا مستر محمد فتحي، ده هيظهر فين؟ لو جينا عملنا ريفرش للصفحه هيظهر في محتوى الصفحه جوه. طب عايز اغير العنوان ده في الراس، يبقى هنيجي فوق في الهيد ونكتب تاج اسمه تايتل جوه الهيد. خد بالك، نيجي هنا في نفس السطر عادي سلاش تايتل، بس ما بينهم كده نكتب العنوان اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا ماي سكول، مدرستي. نعمل موقع للمدرسه مثلا، وجينا عملنا، خد بالك بقى من الاسم ده، جينا عملنا ريفرش هنلاقي الاسم ده اتغير بقى ماي سكول اهو. يبقى انا غيرت العنوان وهنا المحتوى. يبقى عايز اكتب حاجه في محتوى الصفحه اكتبها داخل البادي، عايز اعمل حاجه في الهيد فوق في الهيد في تاج هيد. خلاص، يبقى ده الاستراكشر اللي بيتكلم عليه. هنا بيشرح لك الهيد، بيقول لك place where we write address of the page، بكتب فيه عنوان الصفحه. انما البادي place where we write the content of the web page. هنا بيقول لك ازاي اضيف تايتل زي ما احنا لسه عاملين ما بين تاج تايتل وسلاش تايتل، وبيتكتبوا فين؟ في الهيد فوق. خلاص، وهنا بيقول لك open file after saving it، افتح الفايل بعد ما تحفظه بالامتداد اللي اسمه .html على البراوزر عشان تشوف. طب هنا بيقول لي بقى اضافه بعض المحتوى للصفحه بتاعتي، سواء كانت تكست، ايمج، فيديو، هايبر لينك. هنتكلم على الاربعه دول. نيجي الاول للتكست. اول حاجه في عندي اتريبيوتس بتستخدم مع التاجات، خصائص. يعني انا مثلا لو عندي البادي، انا عايز البادي يبقى محتوى الصفحه بتاعته من اليمين للشمال مش من الشمال لليمين، بستخدم اتريبيوت اسمها دايركشن، اختصار دايركشن. ده كده اسمه اتريبيوت ادام كتبته داخل التاج. تمام، انا هنا عايز انقل اتجاه الصفحه كله، فانا غيرت في خصائص الصفحه كامله او البادي كامل. خلاص، فهقول له الداير هنا ليفت تو رايت او رايت تو ليفت، هي اساسا ليفت تو رايت، هقول له رايت تو ليفت اختصار كده. وجينا كده عملنا ريفرش، الكلمه هنا ناحيه الشمال، لو عملنا ريفرش هنلاقي الكلمه ناحيه اليمين. طب لو عايزين الكلمه في النص، في عندي تاج بقى، لو جينا مسحنا دي، في عندي تاج هنا اسمه سنتر. اكتب لي كلمه مستر محمد دي ما بين تاج سنتر، ونقفله هنا وقفله التاج سنتر عشان كلمه محمد تبقى في وسط الصفحه اهي بالمنظر دوت. يبقى تاج سنتر كمان ناخد بالنا منه. خلاص، وعرفنا يعني ايه الاتريبيوت. الاتريبيوت تكتب داخل التاج. طيب نيجي بعد كده، نيجي بعد كده ادي الليفت تو رايت والرايت تو ليفت. خلاص، نحفظهم عن طريق الاتريبيوت اسمها داير اللي بتتكتب مع البادي اهو. مدي لك مثال لها في البادي. طيب نيجي في الويب بيج سيت اب، بعض الحاجات بقى زي البريك، السنتر قلناها، والنون بريك سبيس والفونت. نمسك البريك لو انا مثلا جيت كتبت مستر ورحت نازل دي في سطر ونازل دي في سطر ونازل دي في سطر، او خليها مثلا سطرين وخلاص، مستر محمد فتحي، ايه اللي هيحصل؟ لو جينا عملنا ريفرش رغم ان انا كاتبهم في سطرين اهو، ولا كانه هيشوف حاجه. عملت ريفرش اهو، قال لا، طب ما شافش السطر اللي بعده ليه؟ قال لك ال HTML لازم انت تقول له ان انزل في السطر اللي بعده عن طريق تاج ملوش قفله، ملوش كلوز تاج، اسمه بريك لاين. لو جينا عملنا ريفرش هينزل اهي
محمد فتحي في السطر اللي بعده. يعني قلت له مستر وسلاش انزل في السطر اللي بعده. تمام؟ عن طريق بريك. وخد بالك ملهاش قفله، ما عملتش كده، مفيش حاجه اسمها كده سلاش بي ار. معنى كده ان مش كل التاجات لها قفله؟ خد بالك ده سؤال صح وغلط، ممكن يجي لك يقول لك اتش تاج او اني تاج ان اتش تي ام ال ماست هاف كلوز تاج. غلط، مش كله. تمام؟ يعني في تاجات ملهاش قفله. ماشي يا شباب؟ طب لو انا عايز اكتب مستر محمد فتحي بس في مسافات كتيره كده، هيحس بيها؟ لو جينا عملنا ريفرش ولا الهواء ولا حاسس باي مسافات. طب انا عايز اعمل مسافات كتيره كده، قال لك هنا هنستخدم، نرجعها، هنستخدم حاجه اسمها نون علامه ان نون بريك سبيس بالمنظر ده، ونروح عاملين كذا واحده. طبعا زي ما انت عايز. بص مسافات كتيره كده. لو جينا عملنا ريفرش هيبتدي، بص ادي المسافات 1 2 3 اهو. يبقى نون بريك سبيس دي عشان نعمل ايه؟ مسافه اهو. خلاص؟ يبقى دي a space between words using non-break space. نيجي بعد كده لتاج اسمه فونت، الخط. الفونت دي لها 3 اتريبيوت: فونت فيس، فونت كلر، فونت سايز. تعالوا نجربهم كده مع بعض. ماشي؟ نيجي بدل سنتر او نخلي سنتر ونيجي نكتب فونت سلاش فونت ونقفل هنا بالمنظر ده. احنا قلنا فونت ده الخط، لها كذا اتريبيوت. اول اتريبيوت اسمه فيس، ده نوع الخط. عندي مثلا نوع خط اسمه، تعالوا نجيب من هنا نوع خط حلو كده عشان احنا مش حافظين. ماشي، كوبر او تعالى الخط الجميل اللي مش فاهمين منه حاجه ده اسمه ايه؟ ايوه اهو. ناخده كوبي ونحطه هنا. فين؟ فونت فيس اهي، ونحط الخط بتاعنا فونت فيس. لو جينا عملنا ريفرش، بصوا الخط بقى عامل ازاي. تمام؟ يعني غيرنا في نوع الخط كمان. تمام؟ اهي عن طريق ايه؟ فونت فيس. كمان لها خاصيه ثانيه او اتريبيوت ثانيه اسمها سايز اللي هي حجم الخط. هقول له خليه 32 نكبره. لو جينا عملنا ريفرش هنلاقي الكلمه كبرت قوي. تمام؟ طب عايزين نغير اللون، في اتريبيوت اسمها الكلر. كلر الخط ايكوال ريد. نعمل سيف، نيجي نعمل ريفرش اهو. تمام؟ كلام جميل جدا. يبقى دي خاصيه الفونت. يبقى الفونت لها 3 اتريبيوت: فيس وكلر وسايز. طيب في عندي كمان اليو والاي والبي. اليو اندرلاين، البي بولد، الاي ايتاليك. تعالوا نجربهم. لو انا جيت مثلا حطيت هنا اليو وقفلناها هنا وجينا عملنا ريفرش، هنلاقي اندرلاين تحت الخط، تحت الكلمه اهي. طيب تعال نشيل النون بريك سبيس الكتيره دي اللي مالهاش لازمه. ماشي. كمان ممكن نحط بولد، نخلي الخط سميك سلاش بولد اهي. نيجي نعمل ريفرش، الخط بقى سميك شويه. تعال نخلي الكلمه مايله، هي اوريدي ايتاليك يعني مايله سلاش اي اهي. شايفين ال HTML سهل خالص ازاي؟ خلى الكلمه مائله شويه ايتاليك. خلاص؟ يبقى بي بولد يو اندرلاين اي ايتاليك. تمام؟ طيب اهي مدي لك اكزامبل عليه. نيجي بعد كده سيلكت باك جراوند كلر للصفحه كلها. لو انا عايز اغير لون الصفحه الابيض ده، هنيجي في البادي ادام حاجه للصفحه كلها، هقول له بي جي كلر ايكوال نخليها يلو بالمنظر دوت. نعمل سيف ونيجي نعمل ريفرش، هنلاقي الصفحه بقى باللون الاصفر. طب هل ينفع نحط صوره كخلفيه؟ ينفع. باك جراوند بدل بي جي كلر هقول له باك جراوند واديله اسم الصوره. طيب اسم الصوره لازم يبقى موجود في نفس الفايل اهو. لو مثلا تعال نشوف كده شكل الصور. ماشي، نحط اللون الازرق دي، هناخد اسمها رينيم، ناخد الاسم كده صح ونيجي نحطه هنا باك جراوند ايكوال كذا اهي. لو جينا عملنا ريفرش دلوقتي، بصوا هي طبعا اهي الصوره اهي، بس عشان الكلمه كبيره شويه او الصوره كبيره. ماشي، يبقى كمان حطينا باك جراوند. طب لو عايز احط الصوره جوه هنا المحتوى نفسه، هنيجي هنا جوه هنا ونقول له
تاج اسمه ايمج دوت ملوش كلوز تاج، ده بيستخدم لوضع صوره داخل الصفحه. اقول له لها اتريبيوت اسمه سورس، مش تنسى سورس مصدر الصوره. وتعالى نجيب اسم صوره كده، ناخد الصوره دي رينيم، تمام، ونيجي نحطها هنا، ماشي، ونعمل سيف ونيجي نعمل ريفرش، هنلاقي الصوره نزلت هنا. عايز اصغرها شويه، هنيجي هنا لها تو اتريبيوت، واحده اسمها الويدث بيساوي خليها 100، والهايت خليه 100 بالمنظر دوت، 100 بكسل يعني، هنلاقيها صغرت خالص بالمنظر دوت. يبقى الايمج دي عشان احط صوره اهو. تعالى بقى نقرا مع بعض. يبقى البي جي كلر ده باك جراوند كلر، خلاص. طب عايز احط صوره كخلفيه باك جراوند مش بي جي كلر. بي جي كلر هي اللي بتحط باك جراوند كلر، انما الباك جراوند هي اللي بتحط باك جراوند ايمج. طيب هنا بيقول لك insert image inside web page، احط صوره بقى داخل الصفحه عن طريق التاج اللي اسمه image وله الاتريبيوت اللي اسمه source واسم الصوره. طيب حجم الصوره بنتحكم فيه عن طريق الهايت والويدث. الهايت والويدث اهو، هو هنا مدينه 300 و300 هتظهر بالمنظر دوت. طيب ينفع كمان نستخدم اتريبيوت اسمها الالاين مع الصوره. الاين دي لها الرايت والليفت والميدل والبوتوم والتوب، ان انا اوسطنها يعني او اجيبها ناحيه الشمال او اليمين. بمعنى دي الصوره اهي، هي موجوده هنا ناحيه الايه؟ الشمال. لو انا جيت طبعا على حسب التكست، لو انا جيت كتبت هنا قبلها ايمج، ماشي، وجينا عملنا ريفرش، هنلاقي هنا الايمج ناحيه الشمال وهي ناحيه اليمين. طب لو جيت هنا قلت له خلي الالاين بتاعها، الالاين تمام، يساوي هي ناحيه اليمين، خليها الليفت. طب ما بين الكوتش، خلي الصوره هي اللي ناحيه الشمال. بصوا الصوره بقت ناحيه الشمال والكلمه هنا. ممكن بوتوم، ممكن توب، ممكن ميدل، زي ما انت عايز. خلاص، يبقى الالاين دي عشان ايه؟ مكان الصوره او الالاينمنت اوف ايمج في توب او رايت او بوتوم او ميدل او كذا. خلاص بالمنظر ده. طيب عايزين نحط صوت، تمام، بي جي ساوند لو نحط صوت كخلفيه، تمام. طبعا هو مش هيشتغل على كل البراوزرات للاسف. باجي كده اقول له بي جي ساوند ايكوال وادي له اسم بي جي ساوند، معلش، سورس ايكوال، وادي له اسم الملف الصوتي هنا. اول ما تفتح الموقع ملف الصوت ده هيشتغل على طول، تمام. بس هي مش هتشتغل لان هي حاجه قديمه شويه وما بتشتغل، مش سبورت مع كل البراوزرات، مش عليكم يعني الجزئيه دي. انما البي جي ساوند عليك طبعا لو انت تحط صوت كخلفيه. طب عايز تحط فيديو، هتستخدم حاجه اسمها الامبيد برضه، بتاخد سورس وتدي له اسم الفيديو بتاعك اللي موجود معاه في نفس الملف. يبقى بي جي ساوند عشان احط صوره، الامبيد عشان اضيف فيديو زي ما هو عامل كده. هنلاقي هنا اهو، تمام، صوره فيديو. هنا بيقول لك we can do this using tag embed as attribute source، بيستخدم معاها الاتريبيوت source. الفاليو بتاعتها name and extension of the video، ماشي. بيقول لك هنا يفضل ان انت تستخدم الاكستنشنز دي مع مواقع الانترنت، قصدي MOV او AVI او SWF، دي الاكستنشن المفضله على الويب سايت. ادي الامبيد وادي الفيديو شغال هنا اهو. نيجي لاخر حاجه بقى، الهايبر لينك. الهايبر لينك التعريف ده علينا ومهم. الهايبر لينك هو ايمج او تكست، صوره او نص موجود داخل الموقع is connected by address، مربوط بعنوان. العنوان ده يا اما مكان في نفس الموقع او موقع اخر، عند الضغط عليه ينقلك الى المكان الجديد. زي تعالوا نشوفها عملي كده. عايز مثلا احط لينك لليوتيوب او للجوجل مثلا، فهنيجي نفتح تاج ايه وله اتريبيوت اسمها href hyperlink reference equal، وادي له العنوان واقفل الايه، وهنا الكلمه اللي هتظهر وليكن موقع جوجل، ماشي. ونيجي هنا نحط العنوان اللي عايزينه، الادرس بتاعه http://www.google.com. ده العنوان اللي لو ضغطنا عليه، لو ضغطنا على كلمه جوجل هيودينا هنا اهو. ده الهايبر لينك. لو جينا فتحنا هنا وعملنا ريفرش هنلاقي، هي طبعا نشيل بس الباك جراوند عشان تظهر. نعمل ريفرش، بصوا ادي كلمه جوجل كبر اهي. لو ضغطنا عليها بصوا
هيفتح لنا موقع جوجل. ليه؟ لان انا حاطط داخل الكلمه دي الادرس بتاعها، ده اسمه الهايبر لينك. ممكن تبقى صوره، ممكن احط صوره هنا. ازاي يا مستر؟ يعني ممكن نخلي الايمج دي كده، ناخد الايمج دي كلها كده، ماشي، نشيل ده خالص، تعال نشيل ده كل ده، ماشي، نسيب الانكر خالص، ونيجي بدل كلمه جوجل نحط الصوره بتاعتنا اهي. ثانيه واحده بقى كده عشان ما تلخبطوش، ادي الايمج وادي الانكر قفلتها بعد الايمج. يعني جوه الايمج جوه الانكر حطيت ايمج، لو ضغطت على الايمج دي هينقلني لموقع جوجل. لو جينا عملنا ريفرش ادي الصوره، لو ضغطت عليها هينقلني لجوجل. تمام كده؟ تمام يا شباب. ادي اهو هو حاطط هنا لينك صفحه، لو ضغطنا عليها بيفتح لنا الصفحه بتاعتنا. نيجي بقى للاسئله. تعريف ال HTML هو Hypertext Markup Language. الويب بيج we use HTML الستاتيك، طبعا ال HTML بستخدم فيها الستاتيك. الجافا سكريبت والبي اتش بي وال HTML تستخدم للديزاين دايناميك. to insert text to the web page write text in، عشان ادخل تكست داخل الصفحه في البادي. تمام. we should save HTML بالاكستنشن اللي اسمه ايه .html. to make the text italic I. to select background color of the web page البي جي color. تمام. to attribute the attribute of the tag image الاتريبيوت الخاصه بالايمج source. التاج ايه used in hyperlink add hyperlink. to select type of the font نوع الخط يبقى font face. طيب نيجي هنا نقرا من ناحيه اليمين ونشوف الكلمه المناسبه لها. file that has electronic content page او publish on the internet اللي هي الويب بيج. produce information to visitors that they can see it only without enable them، يعني ما يقدرش يعدل عليها. to process its content يعني الستاتيك ويب بيج. place on the internet consists of one or more يبقى الويب بيج. تمام. the first page من غير ما اكمل المين بيج. it is function to move between website pages اللي هي وظيفتها تنقلنا ما بين المواقع اللي بعدها الهايبر لينك مش موجوده عندي. it is information page that allow visitors to interact يبقى الدايناميك، اكيد التفاعل مع الصفحه يبقى الدايناميك بيج. نيجي بعد كده صح وغلط. HTML used to create dynamic web page غلط، static page. number 2 we use JavaScript to convert static web page لدايناميك صح. first tag بيكتب داخل صفحه ال HTML هو التايتل غلط، ال HTML تاج ال HTML نفسه. to control the number space between words عشان اتحكم في عدد المسافات ما بين الكلمات بنستخدم non break space صح. to add image web page بنستخدم التاج اللي اسمه image. تمام ماشي. نيجي بعد كده بيقول لي اشرح لي الكلام ده عشان اضيف عنوان للموقع تايتل، ده عشان اضيف باك جراوند كلر للموقع نفسه، ده عشان اضيف صوره داخل محتوى الصفحه، ده عشان اغير الفونت تايب بتاع الكلمه، ده عشان اضيف صوت كباك جراوند للموقع بتاعي. طبعا الفصل الاخير هو فصل يعني مجرد بس ان انت بتطبق الكلام ده على مشروع كامل ما فيهوش اي حاجه، كل ده اتشرح يعني مش عليك في الامتحان، ده حاجه بروجكت عملي يعني ليك في البيت. احنا كده خلصنا المنهج يا شباب على قد ما قدرنا في ساعه او اقل كمان. والله يا شباب لو رجعت الفيديو كويس جدا وذاكرت الحاجات الموجوده في الشيت او في المذكره دي والله هتقفل اي امتحان تدخله سواء عملي او نظري ومش تقلقوا خالص. الامتحانات سهله وربنا يوفقكم يا رب، ويا ريت تنشروا الفيديو وعشان تعم الفايده على جميع زملائكم، واتمنى لكم النجاح، وان شاء الله نتقابل في الترم الثاني مع فيديوهات المراجعه برضو وفيديوهات الشرح طول المنهج او طول الترم. تمام. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تتابعوا كل جديد اول باول، واتمنى لكم كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.